أنا فريال البنت المريضة، البنت التي تشاطركم اليوم قصتها وتبوح لكم بمعاناة دامت سنوات، معاناة مع مرض الكلى. أنا البنت التي لم تستمتع يوما بطفولتها ككل أقرانها. أنا البنت التي كبرت قبل الأوان. أنا المحبة للعلم والدراسة، لكن مرضي منعني من مزاولتها ككل زملائي. واجهت كل المصائب والشدائد بصبر، ليقيني بأن هذا بلاء من ربنا الخلاق. ولقد جئت اليوم أناشد ذوي القلوب الرحيمة، فحاجتي اليوم هي إعانة من أبناء وطني، وذلك لجمع مبلغ مالي لإجراء عملية خارج الوطن. فرجائي من كل من سمع ندائي وأراد مساعدتي فليتصل بي أو بالبرنامج، ومن لم يستطع بالمال فليدعو لي بالشفاء العاجل، وإن شاء الله ستكون لكم في ميزان الحسنات، وأجركم على الله ولا يضيع الله أجر المحسنين. لقوله تعالى: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. صدق الله العظيم. إذن سمعتوا هذه القصيدة الشعرية اللي تنجي من خلالها هاد البنت اللي في عمرها 17 سنة، ذوي القلوب الرحيمة، الناس اللي حابين يديروا الخير، الناس اللي حابين يعمروا الرصيد الأخروي، الناس اللي حابين يعاونوا هؤلاء المعزين وهؤلاء الفقراء. هذه الطفلة التي تناجي وتطلب منكم المساعدة، وتطلب منكم أنكم تعاونوها، وتطلب منكم أنكم تفكوا أحوالها. نطلب من الناس اللي راهم يشوفوا فينا، اللي راهم يتبعوا البرنامج، يتصلوا بنا ويعاونوا هذه البنت هذه اللي تقطن في مشتى المداودية بلدية الرواشد ولاية ميدا. 270 مليون لإجراء عملية لزرع الكلى. 270 مليون هو مبلغ مش في متناول الجميع، مبلغ مش في متناول هذه الأسرة البسيطة اللي تكون من 6 أفراد. هذه الأسرة اللي تسكن في منطقة نائية، منطقة جبلية، منطقة بعيدة عن مقر بلدية الرواشد ب 11 كيلومتر. هذه العائلة اللي راهي تعاني منذ 5 سنوات، وهذه الوالدة وهذا الوالد راهم يعانيوا منذ 5 سنوات، وهم يعانيوا مع هذه البنت هذه. وهذا المعاناة خلتهم أنهم ما يهتموش يعني بالأطفال الآخرين، ال5 أطفال الآخرين. لماذا؟ لأن المهمة مهمة صعبة ومهمة كبيرة على عاتق هذه العائلة. الأب كذلك هو يتحمل مسؤولية كبيرة. لماذا؟ لأن الأب هذا دائما هو اللي ينقل هذه البنت هذه إلى مركز للتصفية بشلغوم العيد، واللي يبعد حوالي 80 كيلومتر من هذه المشتى، يعني 2 ساعات في السفر. وهذا يعني شاق جد كبير، عمل شاق كبير، سواء بالنسبة لفريال أو بالنسبة للأب هذا اللي يترك العمل تاعو على مدار الأسبوع ويتنقل لمركز تصفية الكلى بشلغوم العيد. راح نتكلموا مع الأب هذا، راح نعرفوا الإحساس تاعو، راح نعرفوا ماذا تعاني هذه الأسرة من خلال معاناة فريال. مرحبا بك سعيد. السلام عليكم. قولي أولا كيفاش الإحساس تاعك وانت عندك بنت من يعني من الأولاد كامل 6 راهي تعاني القصور الكلوي؟ أنا نفضل الآخرين ونمشي معها هي على جال المرض تاعها، يعني تخلي الآخرين نسامح فيهم هكذايا، نخليه نشري لها ليها، ندير لها كلش، نكون في الخدمة عيطوا لي نجي نورمال نروح نديها. واش تخدم سي سعيد؟ نخدم في الشونطي، يعني عامل بسيط. أنا حابين نبلغ رسالة برك الناس اللي راهم يشوفوا فينا. 270 مليون إنسان موظف ما يقدرش يلم 270 مليون لو كان ما تكونش المساعدات تاع الناس الخيرين والناس اللي في قلبهم الرحمة. 270 مليون مش مبلغ هين، مبلغ كبير حتى لو كان واحد موظف عند الدولة. 270 مليون هو مبلغ كبير، ما بالك الواحد راهو يعمل في الشونتي، نعملوا عامل عبادة
عمل مليح، لكن واحد عامل في الشونتي عنده 6 ولاد، اش راح يدخل هذا؟ يدخل 3 ملايين 4 ملايين ما يكفيوش. انا حابين نسال كيفاش راك تتصرف بالميزانيه اللي راهي الشهريه كما نقولوا؟ والله نهار كاين نهار ما كانش، راك تعرف. نهار كاين نهار ما كانش، عايشين وخلاص. حامد ربي. حمد ربي، الحمد لله الحمد لله. ترقد مليح. كنت انا نديها الدياليز، كنت انا نديها نهار طاحت بالمرض هذا، انا كنت نديها حتى لقسنطينه. مرضت لي كانت دياليزي في قسنطينه. شحال يصح لها الدياليز؟ من 7 تاع العشيه ل 12 تاع الليل، ونجي ندخل للدار على الوحده تاع الليل بان نلحق للدار. ومن بعد عييت خلاص، عييت جبت واحد 6 شهور هكذاك، عييت قلت لهم تبدلوني. جيت في هذا الدوسي تاع الفرجيوه، الفرجيوه قالوا لي كومبلي، ما كانش فرجيوه كومبلي دياليز كومبلي. قالوا لي نبعث لك الشلغوم. اسمح لي برك. الناس باش يعرفوا بين المداوديه للقسنطينه، من ولايه ميلا الى ولايه قسنطينه، يعني الانسان هذا يروح يدياليزي يدي بنته لمده 6 شهور من هذه المنطقه للقسنطينه، على الاقل يحكم 4 سوايع في الطريق. توجور هكذاك 3 خطرات في السمانه دائما هكذاك، طالع قسنطينه جاي. من بعد بدلوني، جيت الدوسي تاع شلغوم شويه، ترحمت عليا شويه، عاودت نديها في النهار نورمال، جاتني شغل نورمال، نبطل النهار تاع الخدمه نديها ونجي نورمال. ومن بعد واحد 4 شهور في شلغوم هكذاك داروا ترونسبور السبيطار، داروا ترونسبور ولا يجي ليها ترونسبور حتى لهنا للدار. نقصت عليا شويه، وليت انا نخدم نورمال، ولا ترونسبور كل يوم يجي يديها. انا 3 خطرات في السمانه، يجي الصباح يهزها يديها دياليزي ويزيد يعاود يرجعها. شحال مني عاد كاين يعني سيارات الاسعاف تاع واحد العامين هكذاك في ريال مون با عامين يرجع ترونسبور يجي يديها. قولي في ريال بالنسبه في شلغوم العيد وين المركز اللي راكم تصفيو، يعني هل راهم يحتفظوا بكم، هل راهم يقوموا بكم؟ محتفظين بها بزاف، حتى نسمي لك هذا اسمه نبيل كيفاش سليماني نبيل، هذا نشكرو بالبزاف ثاني. هذا شوف نهار الامتحان يقعد هو يدياليزي لها السمانه هذه برك، قعد هو ما كانش هو كان كونجي، وصا واحد ل 8 ريح هو بلاصه باش يدياليزي لها. تعقب الامتحان بدات نقول من هي نورمال ما تروح الصباح للدياليز، حتى خرجت على الوحده وديتها انا الطوموبيل ديالازات وجبتها نورمال. الوقت اللي تحب تروح للسبيطار يستقبلها نورمال، ما كان حتى مشكل معاه. اذا نحييو حنا الناس هذو، يعني الناس اللي راهم يخدموا في خدمتهم كما يقول، نحييو يعني الشبه طبيين اللي راهم يخدموا في خدمتهم. الحمد لله تماني والله لاباس، هزينها ثاني في السماء، لا رحمه ربي ثمانيه في السبيطار هذاك رحمه ربي. الان بعد ما درت اتصالات تاعك انت باش دير زرع الكلى للبنت تاعك، وين عادت الاجراءات المبلغ؟ لا قبل المبلغ، هل هنالك من المتبرع اللي راح يتبرع للبنت هذه؟ شكون؟ اختي اللي راح تبرع لها، اختي هي هنا دوك تجي تهضر معك. اذا راح نتكلموا مع عمتها اللي المتبرعه، راح نسالوا هذه عمتها علاش حبت تبرع لهذه البنت هذه، كيفاش جاتها الفكره باش تبرع للبنت هذه، ونعاودوا نرجعوا لكم. الدنيا دائما راهي بخير، احنا دائما نقولوا باللي التضامن راهو غايب، التعاون راهو غايب، لكن الدنيا ما زالت بخير، وما زالت الأسرة الجزائرية بخير، وما زالت العلاقات الاجتماعية بخير، وما زلنا دائما راجعين للأصل. الأصل هو التعاون على البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان. هذه العائلة متعاونة مع بعضها البعض. بجانبي هاد الأخت هذه اللي رايحة تتبرع لفريال، هذه عمة فريال اللي حابة تتبرع لفريال باش تعاون فريال، باش تنقذ فريال، باش ترجع فريال كأقرانها من الطلبة تقرأ وتنجح وتجيب الباك. نتمنى وإن شاء الله حنا واش نقولوا أن العملية هذه تاع زرع الكلى تجرى، وأننا نرجعوا إن شاء الله نشوفوا فريال ونشوفوا عمتها في صحة وعافية إن شاء الله، ونفرحوا مع فريال في البكالوريا. مرحبا بك اختي. الله يسلمك. قول لي كيفاش جاتك انت الفكره باش تبرعي لفريال؟ غاضتني بزاف، قداوية تاعني
حابه ندلها حكلوها وانا نعيش بوحدي. عبالك باللي كاين بزاف اللي داروا العمليه هذه ونجحوا وراهم لاباس عليهم، ما نعرف واحد ومش زوج ومش ثلاثه، لاباس الحمد لله. حنا واش نقولوا فقط انت حسيتي بفريال؟ حسيت بها ما تقراش كيما قرانها، نهار تقرا نهار تروح تصفي، ما تكبرش غتطني. واش تقولي للناس تاع العائلات مثلا يكونوا عندهم مرض كيما هادو، وكاين عائله وين نلقاهم ما يتبرعوش، يعني الواحد الاقربين تاعو لولد اختو ولا ما يتبرعوش، علاش في رايك علاش جاتك الفكره انت باش تبرعي؟ وراجل تبرع علاه ما تبرعش؟ تمني باللي كاين موت وحده، كاين ربي كاين موت وحده ما كاينش زوج، ما كاينش زوج. نطلب من اللي عنده مريض في الدار لازم يساعده. انا حابه نساعد فريال غابتني بنت خويا نفضلها على خوتها اخرين، خوتي بالكل صحيه نفضلها. ربي يجازيك اختي ان شاء الله. نقولوا فقط فريال كي قرات قصيده واش قالت اللي قادر يعاون بالمال يعاون، اللي قادر يعاون بالدعاء يعاون. وهذه رساله للناس اللي الدنيا داتهم، رساله للناس اللي الناس ما حاطينش في المخ تاعهم، في التفكير تاعهم، انه ياتي يوم وين الانسان يروح للتراب. هذا وين يروح للتراب، وعندما تروح للتراب لا مال يفيد ولا بنون يفيدوا ولا شيء تفيد الا الاعمال الصالحه، الاعمال اللي تديها معاك. عمر رصيدك. وباش تعمر رصيدك نقول لك اذا حسيت بهذه الحاله، اذا حسيت بحاله فريال، عاون فريال باش ترجع كاقرانها من الطلبه، كاقرانها من اطفال تلعب فريال. لعبتي انت كي كنتي صغيره؟ ما لعبتش. علاش ما لعبتيش؟ كيما بديت نكبر دابا نلعب مرضت بالمرض هذا. 12 سنه مفروض 12 سنه هو العمر تاع اللاعب تاع الاطفال، وين الطفل يلعب، وين الطفل يعني يكون يعني يلعب مع اطفال، يجري، عنده طموح، عنده احلام. لكن فريال في 12 سنه اصيبت بهذا المرض. كيما نصيبوا الانسان نشوفوا كاين زوج حوايج، كاين القصور الكلوي، قدر الانسان في اي لحظه يحبس، وكاين مرض السرطان في اي لحظه نمرض. انسان يحط مكان هذه العائله اللي عنده واللي قادر يعاون باي شيء. 270 مليون هو مبلغ ليس في متناول هذه العائله البسيطه. اذا معنا الجده تاع فريال، الحاجه واش تقولي للناس راهم يشوفوا فينا وخاصه الحاله تاع فريال؟ هي انا نقول بنت بني هذا قدها 5 سنين وهي مريضه تعاني. نظلم ربي من السلطات اللي عندهم الدراهم لازم يعاونوها، قلوب الرحمه، يعني اللي فيهم قلوب الرحمه وعندهم ولادهم ويحنوا لولادهم لازم يعاونوا. هذه بنت بني راه ما قادرش يداويها، كون نقدروا نداويوها كون داويناها، كي ما قدرناش لازم من الناس يعني اللي عندهم الرحمه في قلوبهم وعندهم ولادهم كيشوفوا في ولادهم كيف كيدوروا قدامهم لازم يحنوا على بنت بني هذه، لازم يلموا لها يعني الدراهم. ما قدرناش باه نديروا لها العمليه هذه، العمليه تطلب الدراهم بزاف، ما قدرناش. قولي ماما كي تشوفي انت الطفيله هكذا فريال شوفي فيها واش تحسي انت؟ نحسيها قلبها غوت قلبي، كون قلبي جاي نجبد يعني ونفديها كون الكلاوي ديال جاو نحي ونحطوهم لها وانا نقعد انا كبيره دروق، هنا عقبت دولتي كبيره هي مازالت صغيره، ما كون جاو جالس نحاو ديالي نحيهم ونحطوهم لها وانا نقعد هكذا بلاه. بصح ما جاوب هذا ما كان مدلها، ما جاتش كتسنح هذه الحاجه من اللي كنت عطاها لواحد. نطلب من ربي يعني من الناس السلطه هادو ويكونوا حنان وكيشوفوا فيها لازم يعاونوها، يعني فيما قرب نطلب من ربي يعني لازم يعاونوها فيما قرب.
هذا ما عندي. ان شاء الله راه النداء تاعك راهو وصل ان شاء الله، وان شاء الله كما كنا نتكلموا وتكلمنا مع افراد العائله ان شاء الله، ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله، وان شاء الله نسمعوا اخبار ساره ان شاء الله. وإحنا متاكدين باللي الشعب الجزائري انه يعني في التضامن راهو دائما سباق، فقط ان الانسان يحس بهذه الحاله هذه تاع بنت في عمرها 17 سنه تعاني من القصور الكلوي منذ 5 سنوات وتدرس في السنه الاولى ثانوي. نتمنى فقط من ذوي القلوب الرحيمه يعاونوا هاد البنت هذه اللي راهي محتاجه الى اعانه، محتاجه الى دعم، محتاجه الى وقفه، الى هبه تضامنيه من اجل اعاده البسمه، من اجل اعاده الامل لفريال بوشحدان من مشتى المداوديه بلديه الرواشد ولايه. دائما في الاسره، لان الشيء اللي مليح هو الاسره، لما تكون الاسره متضامنه والاسره متماسكه، هذا الشيء راح يعاون بزاف يعني التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بين الاسره. اذا انت راك عمها، واش تقول في الحاله تاع فريال والحاله تاع الاسره؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني شاهدتم وسمعتم الحالة تاع فريال اللي راهي تعاني منذ 5 سنوات في هذا المرض، والوالد تاعها يعاني معها. يعني سمعت النداء اللي وجهت، و يعني الكثير منا كما يقولوا الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. هي حابة يعني تعيش كباقي زميلات تاعها وتكمل الدراسة تاعها في الثانوية إن شاء الله للباك، وتكون طالبة إن شاء الله راح ربما تنفع المجتمع، بالك تخرج طبيبة، بالك تخرج معلمة. يعني سمعت النداء تاعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والصدقات هذه الإعانة تدفع البلاوي على الناس الذين أتاهم الله عز وجل من فضله. هاي الحالة باينة يعني، وراكم تشوفوا وتشاهدوا. اللي حاب يخبي في بنك الرحمن، ماشي في لابي ديال ولا في البادر ولا في بنك الرحمن. يا ابن آدم ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما قدمت فلقيت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، الذين أتاهم الله من فضله يعني من هذا المال يذهب مع الميت إلى المقبرة 3، يعود 2 ويبقى 1. يعود الأهل والمال ويبقى العمل تاعو. واش قدم يوم القيامة؟ هذا واش ينجي بنادم، ماشي واش يخلي في الدنيا هذه. ربما يخلي مال رايحين يجيبوا له به ما على باليش السب القبر تاعو. قدم يا ابن آدم، أنفق في سبيل الله. هاي الحالة هذه، أنقذ النفس هذه، خليها تعيش كما باقي زميلات تاعها. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، يجب على الإنسان أن يعي هذا جيدا، كما يقولوا بالعامية ما يحسب الجمرة غير اللي عافص عليها، غير اللي حاكمها. وكما شفتوا وسمعتوا يعني العائلة بسيطة في مشتى، يعني معزولة عن المدينة والمشقة تاع المعاناة تاعها. يعني تخلى عن الدراسة تاعها 3 أيام في الأسبوع، ومع أن المستوى تاعها جيد ما شاء الله، راهو 12 فيما فوق المعدل. هذه يعني في الحالة هكذا راهي مريضة والمعدل مليح. يعني ساهموا، والنداء اللي نوجهوه من المحسنين ذوي القلوب الرحيمة، يعني اللي أتاهم الله عز وجل من فضله، ينفقوا ويخبيوا ليوم القيامة، يوم الكرب العظيم. ينقذوا هذه الفتاة يعني اللي راح تجري عملية في المستشفى الإسلامي بالأردن، راح تبرع لها العمة تاعها. يعني حست يعني بالمعاناة تاعها وراح تبرع لها إن شاء الله. إذن كيف واحد راح يتبرع بعضو من أعضائه وأنت ما تقدرش تبرع ولو كان ب1,000,000 ولا 2 ملايين ولا 10 ملايين؟ هذا مبلغ كبير يعني، ما هوش هين. عائلة بسيطة يعني ربما موظف نهار كاين ونهار ما كانش. يجب على الإنسان أن يتذكر ويتفكر، والدنيا هذه دار ممر وليست دار مقر. نساهموا، والرجاء من كل سمع وشهد هذه الفتاة أن يساهم ولو بالقليل، اللي ما عندوش المال
كي يصلي ويسجد يدعي لها ان شاء الله، يدعي لها بالشفاء العاجل ان شاء الله. و بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي في قلبه الرحمه يساعد في ريال والو بمبلغ بسيط مره، لا بغى ب100,000 ب200، المهم دي في قلبه الرحمه يحن عليها باه دير العمليه. شاتيه دير العمليه مكذبه لا تستحيه دير العمليه وتولي كيما الناس هذه عايشه. عيات من الماشينه وعيات من الطريق تاع الشلغوم، وعييت انا وسي عييت كي نشوفها نهار تروح هي تقيل تروح الدياليز نقيل انا ما نورمالش. خوتها اسكو خوتها تاثروا بالوضعيه؟ خوتها ثاني مأثره فيهم بزاف، منها ولاو هما وسي مره ما نورمالش، كل وحده ولا فيها حديف ولا فيها المرض بزي، وحده ولاو كامل قلابهم ضعاف منها ويحبوا لها كلش ليها، اللي كانوا يصيبوا هي تاكل وما ما ياكلوش، هي تلبس وما ما يلبسوش، هي تدور وهما ملاش هما ما يدوروش، ما يقولوا لهاش. المهم حاجه دي مليحه يمدوها لها ليها، حابينها تعيش ان شاء الله تعيش ان شاء الله. الناس اللي راهم يشوفوا فينا يعاونوها، وكما قلت يعني الاعانه هذه مش قضيه مبلغ كبير، مبلغ بسيط، مبلغ زايد مبلغ نقدروا نجمعوا هذا المبلغ، يعني المبلغ اللي حوالي 270 مليون الان، اللي بالتقريب بقات حوالي 200 مليون. اللي حاب يعاون هذه العائله هذه ما عليكم الا اتصلوا بنا وان شاء الله العائله هذه كما قلت تقطن بمشتل المدوديه ببلديه الراشد ولايه ميلا. اذن راح نتكلموا الان مع العائله. تكلمنا مع العائله الصغيره، راح نتكلموا مع جدها. الجد هذا كذلك واش يحس هذا الانسان هذا ثاني عنده قلب، ونشوفوا معاه ولد صغير. ممكن راح نطرحوا عليه السؤال. قولي الحاج، انت كي تشوف طفيله كيما هذه واش تحس؟ واش راه نحس؟ هذا ابتلاء من عند ربي والحمد لله، ولكن الصغير والكبير مش كيف. واحد كيعود صغير ومريض حالته حاله، انا مريض ولكني نحس في بلاصه اكثر. انا ديجا مؤبيري على القلب والحمد لله عجبت حياتي شويه، وهي هذا وين طالعه ورده، هذا وين طالعه. يعني ماذا بين الناس المحسنين يشوفوا لهاد الطفله هذه، احنا نشوفوا لبعضنا كامل على كل حال، ماشي غير لهاد الطفل، نشوفوا كامل بعضنا ونكونوا حاكمين في يدين بعضنا، حنان على بعضنا بالرحمه. وهذا حل من عند ربي. ولكن احنا طيحنا في بلاصه صعيبه بزاف. شوف راسي فعلا، يعني حتى ودي يشوف هكذا يحس في مع الشاشه هكذا يحس باللي شوف راسي. الاولى معزولين، ثانيا هذا المعزول حد ما يسمع به، هذا الواحد يكون مقرب لربي والرحمه في قلبه، ما يحش بالجيعان والعطشان، هو بعيد وما يسمعش. والجيعان والعطشان يروح يدقدق ما يقدرش، يقول انا جيعان ما يقدرش، من المستحيل. على حسب الانسان كبر وشاف وعرف، الجيعان عمره يقرقب. ولكن هاد البنت هذه، هاد الفتاة هذه، ماذا بينا ان شاء الله تجري هاد العمليه نتاعها، ويكونوا الناس المحسنين وربي يقويهم في هاد البلاد، هاد البلاد النظيفه، هاد البلاد المطهوره بالدم نتاع الشهداء، 1.5 مليون شهيد على هاد البلاد هذه، باش نكونوا اليد في اليد. ولكن شغل متخلفين كيما هنا احنا اليوم معزولين في كلش، تعيط تبكي تروح للطريق. انا واحد من الناس نهضر هكذا مع ناس يكونوا مقربين ليا، اللي يروح للطريق جماعه شيطان، اي محال. وما سهلاش الحياه البرا. الانسان عندما يكون قريب يروح للمستشفى كي يدخل يضربوا له البراد تفيد ولا ما تفيدش، بصح كي يعود معزول اي حاله النقل حبه باش تقدم للطابليه البيضاء للفرملي يحب لك، كي تلحق تقول خلاص. ما سهلاش الحياه البرا، ما سهلاش بزاف.
ونتمناو يعني من الناس المحسنين يقويهم ربي، والناس والسلطات هادو يتولوا شويه على برا. ها بداو يحرصوا في هذه الطريق هذه، ولكن للاسف الشديد ما عرف الانسان لا يعيش هكذا يعني ولا ما يلحقش خلاص. ما نعرف تقدم صعيبه، تقعد راح العمر والحياه خالصه، وهذه هي. اما لا هذه البنت هذه نتمناو من الناس المحسنين ربي يقويهم وربي يجازيهم، والجزاء من عند ربي، الجزاء من عند ربي. يعني مبلغ ضعيف، حنا نقولوا ضعيف على حساب البلاد تاعنا واش نشوفوا، ولكن نقولوا على حسب العائله البسيطه الضعيفه أمية. 50 مليون بزاف، 50 مليون وبزاف. ولكن كاينين الناس المحسنين مين مخبيين مدرقين، كاين جدار ما بين الضعيف والغني اللي في مالو في يده ماهوش في قلبه، اللي يعود مالو في قلبه ليس مي لا عاد في يده يزرع الضعيف هذا ويوكله، والضعيف هذاك يشرب وياكل ويلحق وتكون عنده الابتسامه. والجزاء هذا من عند ربي، من عند ربي ليس من عند العبد. دير الخير تلقى الخير. يعطيك الصحة الحاج، دير الخير تلقى الخير، والناس راهم كاينين تاع الناس الخير وما أكثرهم، لكن فقط واش يحتاجوا أنهم عندما يمدوا المال تاعهم يمدوه في مكان تاع ناس يحتاجوا هاد المعونة. احنا متأكدين بلي إن شاء الله هناك الكثير اللي راح يتصل بهذه العائلة، هناك الكثير اللي حاب يعاون هذه العائلة. ما تردوش، واللي حاب يزور العائلة هذه العنوان راه موجود، مش سالم داودية، بلدية الرواشد، ولاية المهم ميلا. في الجمعية تاع الرواشد هذه لموا 61 مليون، ومازال ان شاء الله كاينين اللي مواعديني مازال ما دخلوش دراهمهم، مانيش عارف مازال. ان شاء الله يكونوا في الاستماع ان شاء الله ويدخلوا دراهم، وندير بنتي هذه العمليه وتنجح ان شاء الله، وربي يقوينا الناس الخير هادو يعاونونا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يا رب. اذا اللي حاب يعاون هذا الاخ هذا فقط تتصلوا به بمستلم داودية بلدية الرواشد ولاية ميلا، او بالاتصال برقم الهاتف. اذا اللي حاب يعاون هذه العائلة هذه، العائلة بوشحدان السعيد اللي تقطن بمستلم داودية بلدية الرواشد. لمن يريد الاتصال، لمن يريد الاستفسار، الرقم الهاتف 07 95 33 97 49. وعيد 07 95 33 97 49. الرقم الأول. الرقم الثاني 07 92 40 90 10. 07 92 40 90 10. هذه أرقام للتواصل، وراح نلقاو الأرقام هذه على الشاشة. إذن لمن يريد أن يساعد راح يظهر من بعد الرقم على الشاشة، يساعد يتصل بالرقم هذا، وإن شاء الله ستصل كل الإعانات لهذه العائلة. وهكذا نقول فقط قبل ما نختم هاد الصرخة اللي نقلناها اليوم من مستلم داودية بلدية الرواشد، نقول ما تردوش، عاونوا هاد البنت هذه اللي تبلغ من العمر 17 سنة، واللي مريضة بمرض القصور الكلوي منذ 5 سنوات. عاونوا هاد الطفلة هذه، العائلة كامل راهي تضمنوا نتوما، عاونوا هاد الطفلة هذه باش تعاود تدرس وباش تواصل دراستها وباش تنجح وباش يرجع الأمل. وإحنا متأكدين أن الشعب الجزائري والناس اللي راهو يشاهد فينا أنكم تتضامنوا مع هذه العائلة هذه ومع هذه الأسرة هذه، وإن شاء الله التضامن تاعكم والتآزر تاعكم والصدقة تاعكم راح تكون مسجلة في دفتر الرحمن، في دفتر هذا الدفتر اللي يروح معاكم ليوم الحساب، واللي يرفع من الرصيد تاعكم، مش رصيد تاع البنك البي دي ال او البدر كما تفضل
عام في ريال. نقول لكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى صرخة أخرى من صرخات مواطن، أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.